طب هو مش ممكن يتكسر؟ لا. الاسوس الزين بوك انا محرج اقول ان انا هراجع جهاز زي ده. الجهاز ده حضرتك ما تراجعش، انت موجود في حياتنا بس كده يعني ايه، احنا نبص نتفرج عليك تحفه فنيه. الجهاز الاول من فئته وجيله اللي بيجي بالكيبورد معاه طبعا بتبقى موجوده في العلبه، اللي بيكون قابل للطي. اول جهاز يعتبر لابتوب في مزايا الفولد السامسونج، جهاز قابل للطي 100%. بصوا يا جماعه الحركات والحبشتكه كانت انا مش عارف اقول ايه في الفيديو. حقيقي انا محرج من الجهاز، ومش عارف اقول ايه في الفيديو، مش عارف ايه السبيكس اللي ممكن تتقال، بس الجهاز مبهر. طبعا الجهاز ده قابل للطي زي ما احنا شايفين، والماتيريال بتاعت السكرين بتاعته طبعا بلاستيك عشان هو يتقبل فكره ان هو ايه، يعني الجهاز يتني كده وما ينكسرش. فهي فكرته ان هو الجهاز من البلاستيك وما بتحسش بتمويجه الطي زي السامسونج او زي موبايلات الفولد والكلام ده. عشان بس في الاول نكون يعني ايه متفقين، بعيدا عن السعر احنا طبعا هنتكلم عليه، الجهاز ده ليس منتج خصيصا للناس الديزاينر، عشان الناس اللي احلامها كبيره، اللي شايفين ان هو انا ممكن اجيب جهاز زي ده 17 انش اقدر بقى بالقلم بقى كده السمارت وابدا اشتغل عليه. مش هيفيدك، مش هيساعدك، هيهنج معاك. هو ده بيزنس اكتر، لان الديزاين والشكل والتصميم بتاعه اكتر مهيئ لحاجه زي كده. طبعا شكل الجهاز من ورا شكله مختلف جدا. في هنا ايه الستاند بتاعه الموجود في الشاشه زي ما انتم شايفين كده، الستاند بتاعه تحفه جدا عشان خاطر الجهاز ايه. عاجبني جدا ان هم مغطيين المفصلات بالبتاع الجلد بالملمس بتاعها ده. طبعا الستاند زي ما انتم شايفين كده هو كده بقى لابتوب كامل. طبعا في تراك باد فاقدر استخدم الكيبورد عادي عن بعد، مش لازم الزقها عن الشاشه، ولو لزقتها على الشاشه مفيش مشكله، هيرجع الجهاز زي ما انتم شايفين كده عادي، واقدر استخدمه بالشكل ده كده مفيش اي مشكله خالص. ولو مش عايز استخدم الكيبورد بقت كلها شاشه بالشكل ده، بقدر استخدمها عادي. يا جماعه تحفه. انا مش متخيل ان ده جهاز موجود معانا. خلاص بقى انا بقيت حاسس ان انا شويه وهلاقي بقى ايه الموبايلات اللي هي ظهرها شفاف، وهلاقي بقى اطلع بقى الويفز كده زي الافلام الاجنبي اللي هو اروح مطلع النوتيفيكيشن كده ومطلع الابلكيشن واقعد العب، يعني حاسس ان انا ايه دخلت الفضاء. بيجي بشاشه اوليد اتش دي، ودي بالنسبه لي برضو يعني انا مش هقدر اقيمه، مش هقدر اقول اذا كانت حلوه ولا وحشه على السعر. هي ممتازه، انت اي حاجه انت هتعملها هي ممتازه. وبيجي كمان كور اي 7 ايفو، ف لطيف مش وحش، لطيف جدا. فكره الضمان بتاعته فكره ذكيه جدا. هم عاملين سنتين ضمان، من اسوس. السنه الاولى دي بتبقى لعيوب معينه حصلت في الجهاز، ولاول مره بيكون ضمان ضد عيوب الاستخدام وعيوب الصناعه الاثنين، لان طبعا الجهاز رقم مبهر. جهاز سعره ما يقرب من 110,000 يعني حوالي 3000 وحوالي $30، 3050 دولار حاجه كده يعني. اوعدنا يا رب. طبعا الكيبورد بتاعته بتشتغل بلوتوث، بتشتغل ماجنتيك، بتشتغل بلوتوث وبتشتغل وايرلس. هي ماجنتيك، مجرد ما بتحطها كده خلاص بقى كيبورد. لو عايز تعمل كده، بس طبعا هتبقى مجنون، انت كده بتكتب هنا والشاشه تحت، يعني مش منطقي. لا احنا هنخليه هنا كده تمام، وتقفل الكيبورد بتاعتك واللابتوب. بص الشكل والشياكه، تحس ان هي اجنده شيك يعني. بص وعلامه الاسوس كده فيها ضي كده، مش عارف هتبان في الكاميرا او لا. والشنطه الشياكه الألاجة اللي تستاهل ال 100,000 جنيه تقريبا. واحنا لو فصصنا بقى ثمن الجهاز في الشنطه دي لوحدها عامله حوالي 10,000 جنيه. بص الكلام، بص اوبا يا جماعه، شياكه اناقه. بص شكلي كده انا كده رجل اعمال جدا. بص يا سلام، محدش حس بحاجه. دخلت الميتنج بتاعك اللطيف، طلع الجهاز بتاعك. ده كل ده تخيلات يعني، انت تخيل اسرح معايا. عندك شغل كتير جدا، معلش يا جماعه عشان عندي شغل كتير قوي. تروح ايه فاتح الجهاز بتاعك، عايز تشرح حاجه بقى وكده، تروح ايه عامل الجهاز كده اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين معايا. مش شايفين كويس؟ ما انا لازم احلل بقى ال 100,000 جنيه اهو. بصوا يا جماعه عشان تشوفوا كويس اهو بالشكل ده. دي قناه اليوتيوب، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجايه. بس كده، بص خطفتكم اهو، اقتنعت على طول.